السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تي دي كندا. التطبيق ده مساحته 33 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص ببنك في كندا. التطبيق ده بتقدر من خلاله او البنك ده بتقدر من خلاله ان انت تفتح التطبيق اللي هو خاص بالبنك. بتقدر انت تتعرف على الحساب بتاعك، تقدر تعرف كل المعاملات بتاعتك، تقدر ان انت تصرف شيكات عن طريق ان انت تصور الشيك وت... وتحط الفلوس بتاعته في الحساب بتاعك. تقدر ان انت تدفع منه فواتير، تقدر تحول منه فلوس لبنوك تانية او لنفس البنك سواء داخل البلد او خارج البلد. بتقدر كمان تستمتع بسعر صرف مرن. كل ده بتقدر تستمتع بيه من خلال التطبيق. هو تطبيق كويس طبعا، كمان بالاضافه لان التطبيق ده بيخليك ان انت بيديك فكره عن السوق لو حابب ان انت تستثمر بعيد عن البنك. يعني مش حابب مثلا انت تحط فلوسك كوديعه او كاستثمار في البنك، حابب ان انت تشوف السوق او تستثمر في الصناديق الاستثماريه او الاسهم بتاع الشركات. فالتطبيق ده برضو بيديك معلومات عن الموضوع ده، عن الصناديق الاستثمارية، عن الأسهم الشركات. ايه الشركات الكويسة، ايه الشركات الكسبانة، ايه الشركات الخسرانة، ايه الشركات الناشئة وبتنبأ ليها ان هي تكون كويسة، ايه الشركات اللي كانت في اخر مثلا سنتين او اخر 3 سنين على طول كانت بتكسب. الحاجات دي كلها بتقدر تعرفها من خلال التطبيق. هو تطبيق طبعا شغال في دولة كندا فقط لا غير. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبة للمزايا التطبيق، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او قبل التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.